سما المصري طلعت لايف بالحجاب منهارة وبتبكي وبتقول أبوس إيديكم امسحوا صوري القديمة. يوم 26 يوليو 2025 سما المصري نزلت لايف فجأة وهي لابسة الحجاب وبتعيط بحرقة وقالت: تشيلوا أي حاجة وحشة ليا، أنا خلاص، أنا ربنا تاب عليا يا رب والنبي، اقبلها مني، اقبلها مني يا رب والنبي. وأعلنت إنها قفلت انستجرام ومسحت تيك توك وقريب هتقفل فيسبوك كمان. اللايف قلب السوشيال ميديا، بس المهم إن دي مش أول مرة نشوف سما بالحجاب. في 2019 ظهرت بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي، وساعتها الناس قالت إنها عايزة تلفت النظر مش أكتر. لكن المرة دي الوضع مختلف شوية، لأنها خارجة من السجن من شهور قليلة بعد ما قضت 3 أحكام حبس، من ضمنهم قضية خدش حياء وسب وقذف. يعني فعلا عدت بمرحلة صعبة. والسؤال دلوقتي، هل فعلا اتغيرت ولا دي طريقة جديدة ترجع بيها للسوشيال ميديا لكن بوش مختلف؟ التوبة مش لايف ومش فيديو عليه كومنتس كتيرة، بس برضو لما الموضوع يبقى على السوشيال ميديا الناس من حقها تزعل. لو شفنا سما بعد شهر من غير حجاب هنقول ايه؟ انها اتراجعت ولا ان اصلا التوبة كانت شو من الاول؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتس.